رونالدو يتلقى عرضاً برازيلياً للمشاركة في مونديال الأندية. قبل أن نبدأ، إذا كنت سعيداً بمحتوانا، لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي تلقى عرضاً من أحد الأندية البرازيلية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب صحيفة ماركا، فإن رونالدو تلقى عرضاً من ناد برازيلي سيشارك في مونديال الأندية دون الكشف عن اسم الفريق. وأوضحت الصحيفة أن العرض المغري المقدم لرونالدو يمنحه فرصة الظهور في البطولة العالمية المرتقبة، وتشارك 4 أندية من البرازيل في النسخة المقبلة من البطولة، وهي بالميراس، فلامينغو، فلومينينسي وبوتافوجو. وكان خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا قد أكد أن رونالدو في مفاوضات مع ناد برازيلي كبير للانضمام إلى صفوفه قريباً. وقال دياز في تصريحات تلفزيونية: رونالدو لم يجدد عقده مع النصر حتى الآن، وهناك تواصل بينه وبين فريق برازيلي كبير. وأضاف: بالطبع لن يحصل على نفس الراتب الذي يتقاضاه في الدوري السعودي، لكنه لن يكون بعيداً عنه. هناك مستثمرون كبار في البرازيل يرغبون في الاستفادة من شعبية رونالدو.